هذه هي لا جينواز اللي غادي تولي معتمده عندك من هاد لا فيديو. الا تبعتيه كامل غادي تعرفي الاسرار باش تنجح معاك لا جينواز. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. اول حاجه غادي ناخذ الروبو اللي كيكون ممسوح ما فيه حتى قدره د الماء. غادي نوضع 4 ديال بياض البيض، اي 4 د البياض البيض في الروبو و4 ديال الاصفر د البيض جانبا. غادي نخليو هاد البياض البيض كيطلع بحال الكشكوشه او بحال الرغوه. غادي نضيف ليه 120 غرام ديال السكر حبيبات مع ساشي ديال الفاني حتى كيولي عندنا بحال الشكل ديال المورينغ بيض بهذا الشكل هذا. غادي تشوفوا الشكل ديالو او القوام ديالو كيفاش غادي يجي شويه قابض راسو وفي نفس الوقت كيدير المنقار ديال العصفور وما كيطيحش. غادي نضيف ليهم 4 ديال صفر د البيض اللي كانوا عندي جانبا، وغادي نخلي الروبو غير كيضرب واحد الدوره صغيره، يعني غير يتمازج هذا الاصفر د البيض صاي ونطفي الروبو. ما نخليوهش يدور بزاف باش ما يطيح ليناش القوام ديال بياض البيض. هنايا غادي نحيد لا سباتول ديال الروبو وغادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. الكميه ديال 120 غرام. غادي نعطيكم القاعده ديال لا جينواز اللي هي كل بيضه غادي نضيفوا ليها 30 غرام ديال السكر حبيبات و30 غرام ديال الدقيق الابيض، وكنمشيو على هذه القاعده. يعني شحال ما درتو من بيضه غادي 30 غرام ديال السكر، 30 غرام ديال الدقيق الابيض. من بعد ما مزجت الدقيق مزيان في الخليط من التحت للفوق غير بالمهل، كنحصلوا على قوام اللي كيجي ثقيل بهذا الشكل. خديت المول ديال الكيك او ديال لا جينواز غلفته بورق الزبده وضعت الخليط. كناخذ واحد العود كنساوي السطح ديال الكيك بهذا الشكل، كندخلو الفران على 180 درجه خلال 40 دقيقه. من بعد كنخرجو نخليه غير واحد 5 دقائق، ومن بعد كنديموليه كنخرجو كنحيد ليه البابي وكنخليه حتى كيدفى. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا طالع، جات هشيشه رطبه كتحمق. غلفتها وكنخليها ليله كامله، والغد ليها عاد كنقطعها. بما ان الفيديو صغير ما غاديش نقدر نفصل لكم كل شيء او نقول لكم كل شيء على الطريقه ديال لا جينواز. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في اليوتيوب الا بغيتوا تدخلوا وتشوفوا الطريقه ديال لا جينواز والاسرار ديالها باش تنجح معاكم، وحتى الطريقه ديال التقطاع بسهوله. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ونتمنى تزوروني في اليوتيوب. شكرا بزاف على تتبعكم لا فيديو، وخليت لكم الراحه.